كلمتين سريعا، انا ما عجبنيش استقبال منتخب مصر النهارده، ويعني مش دي مصر. يعني انا العالمين مدينه جميله وبنحبها، لكن باينه في الصور وفي الفيديوهات صحراء، وعدد الناس ما كانش كبير برضو. يعني انت بنتكلم يعني في 3 4000 واحد بالكتير بالكتير موجودين. لا، كنت اتمنى ان اللعيبه تنزل مطار القاهره ويتم استقبالهم في مطار القاهره، يتعمل لهم يعني يتخصص لهم جزء في صاله معينه او في حته معينه، عشان طبعا ما يعملش ازدحام على الرحلات الدوليه الخ، وده متاح وممكن وعادي خالص وبيحصل. وكان ممكن يتم استقبالهم في مطار القاهره ويتعمل لهم مسار معين وكل الجماهير تحتفل بيهم، وكان هيبقى العدد اكبر من كده بشكل كبير جدا جدا جدا، وكان هيبان صوره افضل لمصر من استقبالهم في مطار العالمين بهذه العشوائيه. ويا سلام لو يعني رحنا بقى على ميدان التحرير ولا كوبري قصر النيل، وكان يعني يبان بقى حلاوه مصر وجمال مصر الحقيقي، ويقعدوا في اوتيل وبكره الصبح يطلعوا على العالمين يقابلوا سياده الرئيس. ما كان يعني ده في وجهه نظري كان هيبقى افضل وشكله احسن وتغطيته هتبقى افضل. لفت نظري برضو وجود بعض الناس، يا جماعه هو احمد دياب بيعمل ايه في اتوبيس اللعيبه؟ يعني بجد حد يقول لي احمد دياب بيعمل ايه وبيتكلم عن الانجاز الرهيب باشا انت فين؟ انت ما كنتش في امريكا اصلا وانت مالك بالمنتخب؟ انت ماسك رابطه الانديه. فمش فاهم الناس برضو اللي بتركب الترند وبتركب على انجاز ناس وتعب ناس وشقه ناس. يعني هنفضل كده يا جماعه لحد امتى؟ يعني قولوا لي برضو رايكم، هل انتوا عجبكم الاستقبال؟ انا مبسوط، اللعيبه جت ومبسوطه والجماهير اللي هناك مبسوطين بيهم والدنيا جميله الحمد لله وكل شيء، ابطالنا موجودين في حضننا، ده شيء جميل. لكن انا بتكلم ان كان يبقى افضل ده، فقولوا لي برضو رايكم.